تالت لغة معانا النهاردة وهي الأفعال الخدمية، وهنحكي ونتكلم عن أمينة وجوزها الصامت اللي ما بيتكلمش. أمينة دايما بتقول إن جوزي مش رومانسي خالص وما بيعرفش يتكلم، وعمره ما قال لي أنا بحبك، ولا جاب لي وردة، ولا حتى كتب لي جواب. وهنا المفاجأة، لما كانت تعبانة قدم هو الجديد. عمل إيه؟ دخل المطبخ، غسل المواعين، عرف ان هو يهدي العيال ويطبطب عليهم ويمشي الدنيا عشان امينه تعبانه. هنا امينه وقفت شويه وقالت الله، ما يمكن الافعال دي بتدل على الحب، ما يمكن هو لغته الافعال الخدميه. انا ليه متعلقه باني اسمع كلمه الحب؟ هو بيحبني بس بلغته هو. وهنا طبعا عايزين نسقف لأمينة ونقول لها برافو عليكي انك قدرتي تفهمي لغة حب جوزك، وقدرتي تعرفي ان برغم ان هو ما بيقولش بحبك بس بيقول لي بحبك بأفعاله الخدمية. ودي حاجة جوز أمينة هنا اللغة بتاعته اللي بيتكلم بيها الأفعال الخدمية، هو بيقول لها أنا بحبك بس من غير ما ينطقها ببقه. ولازم برضك جوز أمينة، ودي لازم نقول له برضك في الموضوع، ان انت خد بالك من لغة مراتك. انا عارف ان انت بتقول لها بحبك بلغتك اللي هي الافعال الخدمية، ولكن هي عايزة تسمع كلمة حلوة. الكلمة الحلوة مش هتنقص منك حاجة، فلو قلت لها انا بحبك، الله شغلك حلو، الله ممتاز عليك الجلابية ديت، مش هينقص اي حاجة. ولكن دي كلمة شكر واعتزاز فعلا من أمينة ان هي قدرت تفهم الموضوع ده. والله، ما هو جوزي هو بيقول لي بحبك بس بطريقه غير مباشره، بطريقه الفعل اللي هو بيعمله في البيت، فده حب.